يبدأ الفيلم في ليبيا في مصنع كيميائي كان مملوكا للقذافي سابقا. يقوم فريق من الجنود بحماية الجنرال فزان اللي هو كريم السعيدي وعائلته، وسرعان ما يقتل بعض الجنود مع بدء إطلاق النار والانفجارات. تبدأ مجموعة من المرتزقة بقيادة سوارتو رحمت اللي هو إيكو عويس بالهجوم، مما دفع الجنرال وعائلته إلى الفرار. رحمت يصعد على دبابة واستجوب السائق حول مكان وجود فزان. ينظر السائق فقط إلى المبنى المجاور له قبل أن يوجه رحمة سكينة إلى حلق الرجل. في نيو أورلينز يركب بارني روس اللي هو سيلفستر ستالون دراجته النارية ليجد لي كريسماس اللي هو جيسون ستاثام يتجادل مع صديقته وزميلته جينا ميجان فوكس. يحتاج بارني إلى كريسماس للقيام بمهمة لأنه يدعي أنه أصيب في ظهره. أحضر كريسماس إلى الحانة حيث فقد خاتمه لرجل يدعى جامبو شريمب اللي هو مايك مولر. يحس بارني كريسماس على استعداء الروبيان حتى يتمكن من محاربته ورفاقه. اندلع شجار في الحانة وانضم بارني إليه واستعاد خاتمه بعد أن ترك الحمقى الآخرون مطروحين على الأرض. يلتقي بارني وكريسماس مع العناصر المستهلكة الأخرى، تول رود اللي هو راندي كوتور، جونور يانسين اللي هو دولف لوندجرين، المجندين الجدد ايزي داي اللي هو 50 سنت، وجالان اللي هو جيكوب سكيبو، والأخير هو ابن جالجيو اللي هو رجل أنطونيو بانديراس من الفيلم الأخير. يلتقون مع رئيسهم مارش اللي هو أندي جارسيا الذي يطلعهم على معلومات عن رحمة وخطته لسرقة رموز رأس حربي نووي يمكن أن يتسبب في حرب عالمية ثالثة. يعمل رحمة مع إرهابي معروف فقط باسم أوسيلوت والذي كان بارني يطارده منذ سنوات. يسافر الفريق إلى ليبيا حيث استولى رحمة على فزان وقتل زوجته بالفعل. حتى بعد أن تخلى فزان عن الرموز أطلق رحمة النار على ابنه ثم قتل فزان. يطير المستهلكون ويطلقون النار على صواريخ الأشرار بينما يحلق بارني في السماء، بينما يكون بقية الرجال على الأرض ويطلقون النار على الأشرار من شاحنتهم، بينما يقاتلون أيضا أولئك الذين يقتربون كثيرا. يأمر بارني كريسماس بالحصول على الرموز لكنه بدلا من ذلك يدمر دبابة كانت تستهدف بارني. لسوء الحظ أطلق رحمة مكتوباته الخاصة على بارني مما تسبب في تحطم طائرته والسماح لرحمة بالفرار. يقترب كريسماس من الطائرة ويرى ما يشبه جثة بارني المحترقة وخاتمه لا يزال معلقا. يعود المستهلكون إلى المنزل ويحزنون على بارني، بينما كان كريسماس مستعدا لقيادة الفريق للحصول على رحمة والانتقام لبارني. أخبره مارش أنه خارج القضية لأن أفعاله أدت إلى مقتل بارني. يتولى مارش مسؤولية جينا على الرغم من تعاطفه مع أحداث كريسماس على فقدان أعز أصدقائه. يحتاج بارني إلى وظيفة ويبحث في الإعلانات المبوبة ويحصل على وظيفة حارس شخصي لمؤثر بغيض. بعد أن يغضب الرجل في كريسماس يرد بضرب وجهه وإهانته من ضيوف حفلته. استقال وذهب إلى منزل جينا لإلقاء نظرة على الملفات السرية. تجده هناك وتحاربه على الرغم من إصرار كريسماس على الذهاب في المهمة، إلا أن جينا لا تسمح بذلك. بعد مغادرتها للمهمة تبين أن كريسماس يتتبع مكان وجودها عبر السكين الذي أعطاها إليها. تكون جينا في فريق اكسباندبلز الذي انضم إليه الآن المجند الجديد لاش. البدء بالذهاب إلى موقع أسود لوكالة ليفي ترين اللي هم مخابرات المركزية لمقابلة رئيسهم. قادتهم إلى مارش الذي أخبرهم أنهم سوف يتسللون إلى السفينة التي كان عليها رحمة والتي تنقل رأس الحرب إلى المياه الروسية. ويعتقدون أيضا أن هذا من المقرر أيضا أن هو المكان الذي قد فيه أوسلو. يقوم رحمة بإجراء صفقة تجارية مع صديقه باي اللي هو دان شوبينج. يذهب كريسماس بمفرده للبحث عن رجل يدعى ديشا توني جاي في تايلاند وهو صديق سابق لبارني. يحاول ديشا إخفاء هويته قبل أن يرى خاتم بارني في إصبع كريسماس، ثم يساعد كريسماس من خلال توفير قارب حتى يتمكنوا من الإلحاق ببقية الفريق. تشكل العناصر المستهلكة طريقها للسفينة لكن سرعان ما يتم العثور عليها والاستيلاء عليها من قبل حمقى رحمة. لقد أدركوا أن شخصا ما في فريقهم قام بتسريب معلوماتهم، قد يكون أحدهم أوسلوت. تدخل مجموعة من الحمقى وتأخذ مارش كرهينة، بينما يأمر رحمة روسو بإحضار باي يساعد كريسماس في الاقتراب بدرجة كافية من السفينة التي يسعد عليها، وأبدأ في شق طريقه عبر الحمقى للعودة لأصدقائه. تمكن من الاتصال برحمة للسخرية منه مما دفعه إلى إرسال المزيد من الحمقى للذهاب إلى كريسماس في مطاردته. يجعل كريسماس الأشرار يقعون في أفخاخه حيث يموتون، ويصادف المزيد من الأسلحة أثناء بحثه عن بقية الفريق. يحررهم ويبدأ الفريق بأكمله في قتل كل الحمقى الآخرين على متن السفينة. ويتعاون لاش فديشة للركل المجرم الرئيسي بالطعن في تورود حتى وفاته. ينتهي الأمر بجانبه ويتطلب رعاية طبية، ثم يجد كريسماس رحمة ويواجهه وينخرط في قتال بالأيدي حتى يتمسك كريسماس توم هاو بسكين ويحشره في صدر رحمة قبل أن يموت. قال إنه لا يملك الرمز الرأس الحربي ولكن يملكه رئيسه. يتم إحضار باي لتبادل الأسرى حتى يتم الكشف عن أن مارش كان أوسلوت. طوال الوقت يقتل باي وآخرين بينما
يقوم كريسماس بإحضار فريق إلى قرب النجاة لإيصال تورود إلى بر الأمان. يقرر كريسماس البقاء في الخلف والتخلص من الرأس الحربي حتى لو كان ذلك أن التضحية بنفسه. ينزل المرساة على السفينة ويستعد للنزول بالسفينة. يستعد كريسماس لمحاربة مارش حتى تظهر المروحية وتقصف مارش إلى قطع صغيرة. اتضح أن بارني هو الذي زيف موته طوال الوقت لإخراج أوسلوت من مخبؤه. لقد وضع كريسماس على مروحيته بينما قام بتفجير السفينة إلى إشلاء مما تسبب في غرق الرأس الحربي وانفجاره تحت الماء. يعود الفريق إلى المنزل للاحتفال بعودة بارني، ويبدو أن كريسماس وجيني يجتمعان معا كما يفعل تور رود ولاش. يسأل كريسماس بارني عن الجثة التي كانت على متن الطائرة، فيقول بارني إنها جامبو جمبري، حيث قام بارني بوضع جامبو مكانه في قيادة الطيارة، ونزل هو بالباراشوت على الأرض وأصبحت الجثة لجامبو. يضحك الاثنان على هذا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.